حياكم الله أيها الأحباب. يسأل البعض عن كيفية الاستعداد لشهر رمضان. أكيد بنتحدث في هذا المقطع عن كيفية الاستعداد لشهر رمضان ولو بشكل مبسط، لكن دعونا نعترف عن حقيقة موجودة عند البعض، أن المفهوم في الاستعداد لشهر رمضان منحرف عندهم. كيف منحرف المفهوم؟ يستعدون لشهر رمضان بالأطعمة والأشربة وتجهيز الحلويات والمجالس للسهرات والفوازير، بل والبحث في القنوات عن المسلسلات وشو اللي ينفع وشو اللي ما ينفع. هذا مفهومهم كل سنة. وفي ناس القسم الآخر أيها الأحبة فعلا يعرفون حقيقة شهر رمضان وأنه شهر التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تحقيق التقوى. من الناس من يستعدون لرمضان قبل رمضان بشهر وبشهرين بقراءة القرآن والتجهيز بكل ما يرضي الله جل وعلا. بل الصحابة رضي الله عنهم قيل أن السلف كانوا يدعون الله قبل رمضان 6 أشهر حتى يبلغهم الله شهر رمضان، وبعد رمضان 5 أشهر حتى يتقبل الله منهم شهر رمضان. شهر الخيرات أيها الأحبة، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين أيها الأحبة. من أوجه الاستعداد الحقيقية لشهر رمضان أيها الأحبة دعاء الله جل وعلا بأن الله يبلغك شهر رمضان وأنت بالصحة والعافية، وتسأل الله أن يعينك على الطاعة والعبادة والصيام. كذلك الفرح، تفرح بقدوم شهر رمضان. قال ربي جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كذلك اللي عليه صيام مثلا يوم يومين أو أكثر، قضاء من رمضان الماضي وما زال، ترى الفرصة ما زالت، يستطيع أن يقضي ما استطاع منه. كذلك أيها الأحبة القراءة في فتاوى العلماء عن أحكام الصيام، عشان الإنسان يدخل شهر رمضان وهو على الأقل يفقه شيء من دينه. نسأل الله أن يوفقنا يا رب القسم الثاني ممن يتجهز لشهر رمضان بالطاعات والعبادات وكل ما يرضي الله جل وعلا.